صباح الخير، هوريكم النهاردة ازاي نعمل التيراميسو الايطالي ولكن باسهل طريقة وابسط مكونات، وهقول لكم على كل البدايل الاقتصادية بس هتطلع معاكم طعمها لذيذ جدا زي الطريقة الاصلية واحلى كمان. وكمان هنعملها بدون بيض لاي حد ما بيحبش البيض، وهقولك على بديل الجبنة المسكربوني لو هي مش متوفرة عندك هتعمليها بكل سهولة. بس لو اول مرة بقى تتابعوني ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هبدأ بيها هي الكريمة. عندي معلقتين كبار من الكاسترد ومعايا كوبايتين من اللبن الحليب ونص كوباية من السكر، هدوبهم مع بعض على البارد وهزود عليهم معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان. وبكده استبدلنا صفار البيض بالطريقة دي بالكاسترد، وكمان بيطلع طعمه احلى بكتير. هنرفع بقى الكاسترد على النار لحد ما يبدأ يغلي معايا مع التقليب المستمر طبعا، وزي ما انتوا شايفين ده قوامه بعد ما غلي. هصبه بقى كده في بولة وهغطي وشه عشان ما يعملش قشرة معايا، وهدخله بقى التلاجة لحد ما يبرد تماما. ولحد ما يبرد هنجهز مع بعض القهوة عشان نخمس فيها البسكوت. المفروض بتتعمل بالقهوة الاسبريسو عشان بتبقى نكهتها قوية، بس احنا طبعا لو مش متوفرة عندنا هنستبدلها بالقهوة سريعة الذوبان. حطيت كوباية من المية المغلية ودوبت فيها 3 معالق من القهوة سريعة الذوبان، وبعدين ضفت عليها كوباية من المية الباردة علشان تبرد معايا بسرعة. وبس كده، تعالوا بقى علشان نعمل مع بعض الكريمة. في الوصفة الأصلية المفروض إنها بتتعمل من بياض البيض المخفوق، بس احنا هنستبدله بكريمة الخفق أو بالكريم شانتيه المتوفر عندكم تقدروا تعملوه. خفقت بقى الكريمة مع معلقتين من السكر لحد ما بقت بالقوام ده. ودلوقتي خرجت الكاسترد من التلاجة زي ما انتوا شايفين برد تماما وكمان تماسك الى حد ما. معايا هنا بقى 4 معالق كبار من الجبنة الكريمي، وممكن كمان نستبدلها بالجبنة المربعات او المثلثات اللي متوفر عندنا. وكمان معانا علبة قشطة، وده بديل للجبنة الماسكربوني، وده لان الجبنة الماسكربوني بتبقى طعمها مفهوش مزازة زي باقي الجبنة التانية، بتبقى طعمها قريب جدا من القشطة. هقلبهم بقى مع بعض كويس جدا، ممكن اديهم ضربة كده علشان الجبنة تختلط كويس مع الكريمة وتبقى متوزعة كويس، وده بيبقى قوامها في الاخر. شايفين قوام الكريمة متماسك وحلو جدا. وطبعا الكريمة الاصلية للتيراميسو بيبقى لونها مصفر شوية، وده طبعا لانها بيبقى فيها بيض، وهنا طلع معانا نفس اللون مع اننا ما استخدمناش البيض خالص. وكده الكريمة بقت جاهزة معايا. معانا هنا بقى بسكوت التيراميسو او الليدي فينجرز او السافويار دي، وده طبعا اساسي معانا في التيراميسو، بس لو هو مش متوفر وحابين تعملوا وصفة زي ديت ممكن نستبدلها بالكيكة. في صينية بايركس بقى او اي صينية عندنا بناخد من البسكوت كده ونغطسه في القهوة، بنعد 1 2 يا دوبك بنطلعه على طول، ما بنطولش اكتر من كده عشان هيدوب معانا في قلب القهوة ومش هنقدر نمسكه. وطبعا بنظبط البسكوت على قد الصينية، لو واحدة كبيرة شوية بنقصها بالشكل ده. حطيت بقى الكريمة في كيس حلواني عشان تسهل عليا التوزيع، ووزعتها كده على اول طبقة من البسكوت. وبنفس الطريقة برضو هكمل بقى الطبقة التانية من البسكوت. اغطس البسكوت كده لمدة ثانيتين وبحطها بقى كده وارصهم جنب بعض، وبظبط المقاس بتاع البسكوتة على قد الصينية بالظبط. وبعدين بحط اخر طبقة معايا من الكريمة، وطبعا تقدروا تسيبوا الكريمة بالشكل ده او تعملوا الطريقة الكلاسيكية وتسووا وشها بالشكل اللي انا بعمله ده. وطريقة كيس الحلواني دي بصراحة سهلت عليا فرد الكريمة بكل سهولة علشان طبقة البسكوت ما تتحركش معايا، وهنسوي وشها بقى على قد ما نقدر. هنا كان باقي معايا كريمة وكمان بسكوت وقهوة، فقلت بقى اعمل كاسات كده صغيرة بتدي شكل حلو كمان، وبتبقى سهلة في الاكل وكمان سريعة ما بتحتاجش تدخل التلاجة. وزعت بقى كده البسكوت وبعدين طبقات الكريمة، واخر طبقة من الكريمة عملتها بالشكل ده. هسيبها بقى كده وهقدمها بنفس الشكل. معايا بقى كاس تاني هعمله بطريقة مختلفة. هحط بقى كده البسكوت اللي باقي معايا، وطبعا احلى حاجه في الكاسات دي انها بتلم بواقي البسكوت المتكسره، يعني مش هنرمي حاجه خالص. بعد ما اخلص بقى واجي احط طبقه الكريمه هعمل بيها خطوط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهسيبها زي ما هي كده. يبقى انا كده عملت الشكل الكلاسيكي وكمان عملت الشكلين دول. شوفوا بقى الجمال بجد تحفه، حلوين قوي. لو عندكم ضيوف كمان تقدروا تعملوه في كاسات كده وهتبقى حلوه قوي. طبعا ده كاس كبير شويه فتقدروا تصغروا حجم الكاس، هيبقى حلو جدا. وطبعا بعد ما بنخلص بقى بندي الكاسات رشة كده من الكاكاو الخام
علشان تدينا الشكل الجمالي اللي انتوا شايفينه ده. طبعا حلاوة الكاسات دي بقى انها تتاكل كده، مش لازم نستنى لما ندخلها التلاجة وتتماسك، لانها بتتاكل كده بالمعلقة على طول، وبتبقى حلوة جدا وسريعة. اما بقى هنا الصينية بتاعة التيراميسو اللي احنا عملناها، المفروض انها تدخل التلاجة لمدة 3-4 ساعات كده، او ممكن نسيبها من بالليل لحد الصبح، بتبقى افضل وكمان بتبقى احلى واحلى. يعني كل ما هتقعد في التلاجة هتلاقوها تمسكت معاكم اكتر، والقطعة هتطلع مظبوطة معاكم. هنا بقى اول قطعة معانا ما بتبقاش مظبوطة قوي، بس باقي القطع بتطلع مظبوطة وشكلها تحفة. وطبعا عشان نديها الشكل الكلاسيكي اللي بتتقدم كده في الكافيهات، بنجيب بقى الطبق بتاع التيراميسو وبنحط فيه التيراميسو، وبعدين بنحط كده على الجنب شوكة ونرش عليها من فوق كاكاو، وبعدين نشيلها بالراحة كده، فبتطلع معانا بالشكل التحفة ده. طب نحط عليها الكاكاو قبل ما ندخلها التلاجة ولا بعد ما تطلع من التلاجة؟ انا بفضل نرش عليها الكاكاو قبل ما تدخل التلاجة، ولما نيجي نطلعها من التلاجة نديها رشة تانية من الكاكاو، بتعمل طبقة من الكاكاو حلوة قوي، وكمان الشوكولاتة بيبقى طعمها ظاهر اكتر. يعني بدل ما نغطي وشها بكيس وندخلها التلاجة، ممكن نرش عليها الكاكاو كطبقة خفيفة كده، هتحميها من التلاجة وفي نفس الوقت مش هتحتاج انها تتغطى. وشوفوا لي بقى يا جماعة التفاصيل، التيراميسو طالعة مظبوطة جدا. انا بيتها بصراحة في التلاجة من بالليل، فطلعت متماسكة وحلوة قوي، مش قادرة اوصف لكم بجد طعمها لذيذ قد ايه. ميكس القهوة مع البسكوت مع الكريمة مع الكاكاو، يعني حاجة كده هتاخدك في حتة تانية خالص. وهو ده بجد المعنى الحرفي لتيراميسو، واللي معناها بالايطالي ارفعني للاعلى، يعني هتوديك حرفيا في حتة تانية خالص. وده طبعا لان فيها كاكاو، وكلنا عارفين ان الشوكولاتة يعني بتعلي هرمونات السعادة، وكمان القهوة بتفوق جدا لان فيها كافيين، والكريمة طبعا لذيذة مع البسكوت، فحرفيا تحفة. ويفضل طبعا لو اطفال هتاكل منها يبقى نخفف القهوة شوية، او نعمل لهم كاسات صغيرة كده على قدهم بدون قهوة كتير. وبس كده، جربوها بقى واتمنى تعجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وكتروا الشير، واشوفكم على خير.